السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم خالد صلاح. النهاردة جينا لكم بفيديو جديد وهنكلمكم عن تاني منتج من براند كاوا. المنتج اللي معانا النهاردة عبارة عن كاميرا التصوير او كاميرا المراقبة، بتيجي موديل تي 6 برو. اهم المميزات اللي موجودة فيها ان هي بتصور بدقة 2K، وفيها خاصية ان انت تقدر تربطها بالموبايل عندك عن طريق الواي فاي او من خلال كابل النت. فيها ميزة كويسة جدا برضه، هو التصوير الليلي بدقة الوان ممتازة جدا، وبجانب برضو ان انت تقدر تركب فيها كارت ميموري وتقدر توصلها بالموبايل بدون اي مشاكل. فخاصية الموشن ديتكشن اللي هي اللي تصور لك اي حد يتحرك قدام الكاميرا وتبعت لك نوتيفيكيشن عندك على الموبايل. لو عايز تعرف اكتر عن الكاميرا ديت فتابع معانا الفيديو للاخر. اهلا بيكم، ده الكاميرا اللي احنا هنتكلم عليها النهارده من براند كاوا، بتيجي بموديل تي 6 برو سكيورتي كام زي ما انتم شايفين هنا كده. اهم حاجه موجوده عندنا في الكاميرا ديت ان فيها خاصيه الاي اي، واهم ميزه موجوده في الكاميرا دي فعليا نيكست جنريشن كلر نايت فيجن، بمعنى ان تصوير الليلي عندهم ممتاز جدا والالوان بتاعته بتكون واضحه. لو جينا بصينا هنا على اهم الخصائص زي ما انتم شايفين، لو اتكلمنا عليها بشكل سريع، فخاصيه الواي فاي واللان وكارت ميموري والسبيكر، وتقدر توصلها بالدي سي الباور بتاعها او البي او اي. وهنا ساوند، فيها خاصيه التنبيهات والكلاود ستورج والموشن ديتكشن والاريا. لو جينا بصينا كده على اهم المحتويات اللي بتيجي هنا، الباور زي ما انتم شايفين كده هنا، فهو بيجي لك 12 فولت 1 امبير او 12 واط زي ما انتم شايفين. بعد كده هنا هيظهر معانا القطعه دي عشان لما توصل السلوك هنا تكون ضد الميه، وهنا دي المسامير اللي انت بتحتاجها علشان تثبتها، ودي القطعة عشان التثبيت في الحائط، وده الاستيكر عشان تقدر تخرم مكان التثبيت الصحيح. وبعد كده هنا هيظهر معانا دليل المستخدم، وهو مهم جدا علشان تقدر تشوف الرمز الكيو ار وتنزل ابلكيشن تقدر تربط بيه الكاميرا مع الموبايل. وهنا اهم الاعدادات علشان تقدر توصل الكاميرا مع الموبايل، وازاي توصلها برضو بالام في ار بتاع البيت عندك او كاميرا المراقبة عندك في البيت، وهنا ازاي ممكن توصلها برضو على الحيطة عندك. لو جينا بصينا على الكاميرا نفسها، فعايز اقول لكم ان الكاميرا هنا عجبتني جدا في الخامة بتاعتها. في البداية كده عايز اقول لكم ان الخامة بتاعتها من المعدن، ودي حاجة انا كنتش متوقعها، فيها خامة من معدن ووزنها تقيل وحجمها كويس جدا زي ما انتم شايفين. انت تقدر تلفها وتثبتها زي ما انت عايز من خلال القطعة اللي انت شايفينها هنا. بعد كده هيظهر معانا هنا الكابل، ده كابل الباور الدي سي، وهنا مكان اللان. هنا الكاميرا دي تقدر توصلها على جهاز الام في ار الخاص بكاميرات المراقبة عندك في البيت، وتقدر توصلها برضو من خلال الواي فاي. يعني تقدر توصلها من خلال الكابل اللان او الواي فاي، وهنا ده الانتنة بتاعة الواي فاي بتاعها. لو جينا بصينا على الكاميرا كده من الاسفل، فهيظهر معانا هنا مكان السبيكر وهنا المايك. يعني الكاميرا دي تقدر تتكلم منها وتسمع الناس اللي بيتكلموا، او تقدر تكلم الاشخاص اللي موجودين في نفس المكان اللي موجود فيها الكاميرا. هنا السبيكر وهنا المايك وهنا زرار الريسيت علشان تقدر تعمل لها ضبط المصنع، وهنا تقدر تركب كارت الميموري. عايز اقول لك ان الكاميرا دي تقدر تركب لها كارت ميموري 256 جيجا عشان تقدر تسيف عليها الفيديوهات. طيب ازاي طريقة ان انت تحفظ الفيديوهات على الكاميرا ديت؟ في طريقتين. اول طريقه ان انت تقدر تحفظ الفيديوهات على الكارت الميموري، والطريقه الثانيه طبعا من خلال الكلاود بتاعهم. بتنزل برنامج بتاع كاوا وبتقدر تشترك فيه علشان تقدر تشوف البث المباشر او التسجيل المباشر للكاميرا ديت من خلال الابليكيشن بتاعهم، بس طبعا ده ليه اشتراك شهري. لو جينا بصينا على الكاميرا هنا في العدسة بتاعتها، فهنا هيظهر معانا اللمبات الخاصة بالتصوير الليلي والموشن ديتكشن، وهنا الكاميرا بتصور بدقة 2K زي ما انتم شايفين كده. واللي بيميز الكاميرا ديت هو خاصية النايت فيجن اللي هو النيكست جنريشن كلر، التصوير الليلي بتاعها، الالوان بتاعته فوق الممتازة. لو جينا اتكلمنا كده برضو على اهم الخصائص اللي موجودة في الكاميرا ديت، وهو التحذير. مجرد انت تركب الكاميرا ديت وتحدد المجال بتاعها، فاي حد هيعدي قدام الكاميرا ديت هتبدأ تبعت لك الشعار على الموبايل عندك وتوضح لك ان في شخص عدى قدام البيت دلوقتي، وتقدر تكلمه من خلال المايك والسبيكر بتاعهم. وبكده يا جماعه احنا وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عايزين تشتروا الكاميرا ديت فانا سايب لكم تحت رابط الشراء من موقع علي اكسبريس مع كود خصم زي ما احنا متعودين. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. مره تانية ما تنسوش تشتركوا في قناتنا على اليوتيوب وتابعونا على الفيسبوك وانستجرام وتويتر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.